انا جايه احرق لكم احداث سكويد جيم سيزون 3 اللي نزل من ايام على نتفليكس، واقول لكم على كل اللي بيحصل في الجزء الجديد، واللي المره دي الجايزه فيه ب4.5 مليون دولار. شوف يا سيدي، طب ما تيجي نحكي الحكايه من اولها في الكوري منه وفي سمسم. من لعبة كورية بسيطة للأطفال لمسلسل عالمي من 3 أجزاء بيحقق أعلى أرقام مشاهدة في التاريخ. 456 لاعب من كل الفئات والأعمار مستعدين يعملوا أي حاجة عشان يكسبوا الجايزة الكبيرة، واللي كل سيزن بتزيد عن اللي قبل. لكن أنت كمشاهد إيه اللي هينوبك؟ غير يعني الأدرينالين اللي هينفجر في جسمك وأنت بتتفرج، في 5 حاجات تانية هتخليك تتفرج بشغف كبير ومن غير أي لحظة ملل. أولها إن الدراما الكورية بقى ليها شعبية وانتشار كبير في العالم، وجمهورها كمان مش مقتصر على فئة عمرية معينة أو قطاع جماهيري واحد. الحاجة التانية الطفرة الكبيرة في فنيات المسلسل من حيث الإمكانيات والتصوير والإخراج، وشكل المسلسل اللي في كل سيزون بيبقى أفضل من اللي قبل. ثالث حاجة تعاطف الجمهور مع بطل العمل سيون المعروف باللاعب رقم 456، واللي بنشوفه في السيزون الثالث وهو بيكمل لآخر ليفل في اللعبة رغم صعوبتها. رابع حاجة اللعبة اللي كلنا بنحبها وبنستنى نتفرج عليها، ريد لايت جرين لايت، وطبعا معاها صوت العروسة يونغ هي، واللي بتتحكم في مصير كل اللاعبين يا تكمل يا تنام. خامس حاجة المسلسل ككل هو حالة من السسبنس الشديدة، وده نوع مفضل جدا عند الجمهور واللي بيخليهم مركزين من أول حلقة لحد آخر ثانية في السيزون. شير لايك سبسكرايب وقولوا لنا في الكومنتات اتفرجتوا على الجزء الثالث ولا لسه، واستنونا في حلقة جديدة من حلو وسخن وبسمسم.